السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا معاكم اكلات سوس الاسكندراني. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. ايه رأيكم في الفطير الحلو ده؟ طبعا انتوا شفتوا معايا الفطير المشلتت قبل كده كذا مرة، وعارفين ان هو بيطلع معايا كل مرة احسن من اللي قبلها. المرة دي بقى انا عملت الفطير كبير شوية، وحشينه لحمة مفرومة. عايزة اقول لكم، شايفين جماله؟ شايفين السمك بتاعه قد ايه؟ عايزه اقول لكم الفطيره قد ايه طريه. بصوا جمالها، بصوا ما شاء الله طريه، يعني ممكن نعملها رول كده عشان هي سخنه من كتر ما هي طريه معانا. تحفه جدا ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا دي كمان مش قادره اقول لكم، شايفين اللون والتسويه والحشو من جوه حاجه كده ما شاء الله. كمان معانا، اسفه عشان سخن بس، بصوا ده فاضي وده فاضي يعني مش محشي. عايزه اقول لكم هو طري جدا، بصوا ما شاء الله، شايفين طري ما شاء الله. وعايزه اقول لكم موراه قد ايه. انا مش عايزه بس افتح، انا عايزه اوريكم المحشيه. بصوا يعني عايزه اقول لكم فطير ما شاء الله فلاحي وتحفه جدا، ويعني شكله باين. تعالوا بقى لما نقطع حته كده نقطع من الاول من دي، لان دي سخنه قوي ما شاء الله عليها كده، اللهم بارك. شايفين حجم الفطيره؟ انتي كده يا كوكي قربي كده وريهم حجم الفطيره ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا جمالها تحفه ما شاء الله. عايزه بقى اوريكم قطعه كده منها نشوف الجمال. صغننه بس عشان ايه هنلاقي الجنب دلوقتي عليه ما شاء الله، سخنه جدا جدا. عايزه اقول لكم شايفين المنظر؟ شايفين ما شاء الله تحفه. بصوا شايفين مورقه قد ايه وجميله، بس انا مش عارفه امسكها. بس عايزه اقول لكم، انا عايزه بس اوريكم قد ايه طريه. بصوا بنفرمها مع بعض ازاي، بصوا ما شاء الله جميله جميله جميله، طعمها وريحتها خطيره. بصوا بقى، مش قادره اقول لكم بجد، الطعم تحفه جدا. طبعا انتوا عايزين تعرفوا الطريقه، اكتبوا لي في الكومنتات وانا اقول لكم على الطريقه. انا هسيبكم بقى عشان اروح اكل الفطير الحلو ده، واحط طبق عسل كمان عشان الفطير الساده ده. واقدر اقول لكم باي باي.